السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هيام من مطبخ اكلات ام البنات. النهاردة هنعمل مع بعض فول مدمس في البيت، وهنشوف ازاي هنعمله بطريقة حلوة وبسيطة، وازاي يطلع معانا الفول مستوي كويس ومزبت واحلى من اللي بنشتريه من بره. كمان هيبقى طعم ولون وريحة احلى من بره بكتير. معايا هنا ربع كيلو فول بتاع التدميس، انا غسلاه ونقعاه من امبارح لحد ما الفوليه كبرت وبقت بالطريقة دي كده. تمام. الخطوه دي بتسهل وبتسرع عمليه التسويه، وفي نفس الوقت لو في فولايه بايظه بتطفو على الوش وبيبقى سهل ان احنا نشيلها. ومعايا ربع كوبايه عدس اصفر، ومعايا ربع كوبايه فول مدشوش، ومعايا رشه صغيره من الكركم، وربع معلقه صغيره من البابريكا، ومعايا نص ليمونه بقشرتها. بينا نكمل الطريقه مع بعض. انا نزلت بالفول بتاعنا هنا كده في الدماسه ربع كيلو، وهنزل عليه بربع كوبايه من العدس الاصفر. انا غسلاه مش نقعاه، هو بس الفول اللي كنت نقعاه من امبارح. ومعايا ربع كوبايه كمان من الفول المدشوش اللي هو الفول بتاع البصاره وبتاع الطعميه. وهحط نص الليمونه ورشه الكركم وربع معلقه صغيره من البابريكا. هقلبهم كويس وانزل عليهم بميه مغليه في الكتل. معايا ميه سخنه هي مغليه من الكتل. بسم الله. هنزل لحد ما اغطي الفول بتاعنا. مليت الفواله كده كويس بالميه واديتها تقليبه لكل حاجه مع بعضها. هرفعها على النار لحد ما تبتدي تغلي ونكمل مع بعض. زي ما شايفين معايا الميه رجعت تغلي تاني لان هي اصلا كانت مغليه. هنقلها على قهد عين صغيره خالص اللي هي العين بتاعه القهوه، ووطي شمعه تحتيها خالص واسيبه براحته من 2 ل3 ساعات لحد ما يستوي. ودي شكل النار كده معايا هاديه خالص شمعة. لو عندك شياطه ممكن تحطيها، بس انا ما بستعملهاش عادي، تبقى كده النار مظبوطه. وبدل الغطا بتاع الفواله هحط طبق، احط جواه تقل. حطيت جواه طاجن وفيه ميه علشان بس يمنع ان يكتم البخار بتاعها، ويمنع ان الميه ان هي تفور، لان الغطا خفيف فكل شويه الميه عماله تفور، وانا مش عايزه الميه بتاعته تقعد تقل وتفور على البوتاجاز. ولو احتاج ميه من 2 ل3 خلال السوا بتاعه هنزود له ميه سخنه مغليه. ما نزودش ابدا ميه من الحنفيه، لازم تكون سخنه ومغليه. ده كده شكل الفول بتاعنا بعد ما عدى عليه 2 ساعات. نديله كده تقليبه. شايفين لونه جميل ازاي وفاتح ومسودش خالص، عشان قافلينه كويس ومش مدخلين له اي هوا. ونص الليمونه كمان بتساعد على انه ما يسودش. هسيبه 1 ساعة كمان يكمل باقي تسويه، والفول والعدس يستووا كويس معايا. وده كده الفول بتاعي اهو بعد ما عدى عليه 3 ساعات. شايفين ميته فاتحه ازاي؟ تعالوا نشوفه. اهي استوت خالص وبقت ناعمه تمام، بس الميه بتاعته خفيفه. بينا نعمل للفول خليط كده حلو من ميه والنشا عشان نتقل بيه الميه بتاعتنا. معايا هنا معلقه صغيره مليانه من النشا، ومعايا ربع معلقه صغيره من البابريكا. هقلبهم كده مع بعض واحط لهم 2 3 من الميه واقلبهم ونحطهم على الفول سوا. بعد ما جهزت الميه بالنشا والبابريكا هنزلها كده على الفول وهديله تقليبه، وهسيبه على النار يعني ربع ساعة نص ساعة. هسيبه نص ساعة على النار، منها ان هو القوام بتاعه يتقل شوية ويديني لون حلو. وبكده يكون الفول بتاعنا جاهز. انا لقيت المية خفيفة شوية فدوبت معلقة نشا تاني في معلقة مية وحطيتها عليه. وده كده التقل بتاع المية بتاعته كويس جدا، وكل ما تبرد كل ما هتتقل معاكي. وادي الحباية معانا فاتحة وجميلة ومستوية اهي، مستوية خالص. نحط بقى عليه زيت وليمون وملح وكمون وناكله بألف هنا وشفا. اتمنى يكون الفول بتاعنا عجبكم وتجربوا طريقتنا دي فيه، واشوفكم في حلقة جديدة ووصفة جديدة. مع السلامة.